على بالكم كل جمعة يلزم يكون طعام حاضر، وكي جابوا لي الجلبانة والفول قلت اليوم ما توالم فيها غير جفنة مسفوف بزيت الزيتون وطاس اللبن، هذا واش يوالم. وهكذا كطيبه لنا ماما الله يرحمها. في الجفنة نحط الطعام ونزيد له شوية تاع الزيت ونفتحو مليح ونشمخوه بشوية تاع الماء ونخليه يتشرب، واذا كان مفتول في الدار شمخوه مليح. وبيد ما الطعام راهو يتشرب وينشف نجيب الفول نقيه ونقطعوه كامل بهذه الطريقة، ونزيد نجيب الجلبانة ونقيها كامل، ولا كونتيتي تاع الفول والجلبانة تقعد حسب الكونتيتي تاع الطعام غير ينشف نفتحوه كامل بنيدية ونحطو يفور الطفيرة الاولى واحد 15 دقيقه، ونعاود نولي ليه نقلبو في الجفنه، نزيد له الملح ونشمخوه بالماء ونخليه ينشف مليح ويتنفخ. وبين التفيره الاولى تاع الطعام نروح نجيب الكسكاس نحط فيه الجلبانه والفول، نزيد لهم شويه ملح ونخليهم يفوروا، ملحوهم هكذا ما يجوكمش صامتين كي يطيبوا غير يدخل لهم طياب نحيهم ونروح نحط الطعام ديالي يفور التفيره الزوجه والاخر. انا الطعام نفورو غير 2 خطرات ماشي 3، نزيد له الفول والجلبانه ونخلطهم مع بعضها. وفي المسفوف يلزم تكون زيت زيتون تاع بلادي حاضر. واليوم راح نستعمل معكم زيت زيتون تاع نوافود، انتاج جزائري، جوده رفيعه، زيت اصلي ومذاق طبيعي، راح يزيد لكم بنه على بنه للمسفوف ديالكم. نخلطهم مليح مع بعضهم حتى يتشرب طعام ديالي البنه تاع زيت الزيتون. ودوكا ما بقى لكم غير تستمتعوا بالبنه، زيدوا كاس البن، شهيه طيبه، والسلام عليكم.